سر حب النبي صلى الله عليه وسلم للقطط، ولماذا علينا تربيتها؟ وهل كان يمتلك قطة خاصة به؟ تعتبر القطط في الإسلام حيوانات طاهرة، وقد وردت أحاديث من السنة النبوية تدل على طهارتهم وجواز اقتنائهم وتربيتهم، وتعتبر القطط حيوانات محببة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يسميها من الطوافين والطوافات في البيوت، وممكن تعيش معانا في البيت من غير أي مشاكل، وكان بيتوضأ من الماء اللي شربت منه القطة ويعتبره طاهرا. يعتبر القط أكتر الحيوانات الموجودة في بلاد المسلمين، ومن أكتر الحيوانات التي يقتنيها المسلمون، على عكس الكلاب. سمحت الشريعة الإسلامية للقطط بدخول المنازل والمساجد بسبب طهارتها. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة والمصادر أنه اتخذ قطة، ولم يثبت أيضا ما يدل على وجود قطة ولدت في حجره، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يحبهم ويحذر من تعذيبهم وإيذائهم، وقد سماهم بالطوافين والطوافات، وبين عدم نجاستهم. قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقال الهرة من متاع البيت. وقد كني أبو هريرة صاحب النبي بذلك اقتباسا من لفظ الهر لشدة حبه للقطط، حيث كانت له قطة يرعاها ويلاعبها ويحملها في كمه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن معاملة الحيوانات، فذكر لنا قصة المرأة التي دخلت النار في قطة لمجرد أنها حبستها فقط، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. متفق عليه. اتفق العلماء وجمهور المذاهب الأربعة بالإجماع على طهارة القط، وطهارة بدن وريق القطة، وعدم نجاسة الطعام اللي القط بياكل منه، وطهارة جسدها وجلدها، طبعا بخلاف البول والروث وما سال من دمها. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما تبقى من إناء ماء شربت منه قطة، ولا ينهى عن ذلك. وقد أعطى الله تعالى لجميع القطط أدوات كتير بتساعدها على تنظيف نفسها بسرعة وسهولة. من عادات أي قط إنه بينظف نفسه بنفسه، والعلماء أكدوا إن القطط حيوانات نظيفة لأنهم بيقضوا يومهم في تنظيف نفسهم، ومفيش منطقة في جسم القط إلا والقط بينظفها بنفسه. يحتوي جسم القط على خلايا بتساعدها في حماية نفسها من استقبال الحساسية بشكل كبير، لأن جسم القطة بيتعرض للكثير من الميكروبات والملوثات الموجودة في أي بيئة. سطح لسان القطة مغطى بالكثير من النتوءات المختلفة المدببة المنشارية، وتعتبر مبرد قوي القطة بتقدر من خلاله تنظف نفسها بشكل رائع. بتنظف الوبر المتبقي على جسدها ويزيل الشعر الميت. وبالنسبة للنتوءات المختلفة الموجودة على اللسان، بتقدر من خلالها انها تشرب الحليب بلسانها وبسهولة من غير ما ينزل نقطة واحدة للوعاء مرة تانية. أحاديث تدل على طهارة القطط. حديث كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة والد زوجها دخل عليها فسكبت له وضوء، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى إليها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كما أن عن علي بن الحسين عن أنس بن مالك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: يا أنس اسكب لي وضوء، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء، وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة حتى شرب الهر ثم توضأ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الهر، فقال: يا أنس إن الهر من متاع البيت، لن يجزر شيئا ولن ينجسه. وفيما يتعلق بتناول القطة الطعام أو الشراب، ده ما بيخليش الطعام أو الشراب نكسا، لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود من أن امرأة أرسلت إليها بهريسة فوجدتها تصلي، فأشارت لها السيدة عائشة رضي الله عنها أن تضعها حتى تنتهي صلاتها، فجاءت هرة وأكلت من الهريسة، ثم أنهت السيدة عائشة صلاتها وأكلت من حيث أكلت القطة، وقال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وده معناه أن القطة لو أكلت أو شربت من إناء فلا ينجس، وللإنسان حرية الاختيار سواء يأكل أو يشرب منه إن طابت نفسه بذلك ولم يتبين ضرره، أو أن يتركه إن لم تطب نفسه لذلك، لكن بشرط إن القطة تكون نظيفة وما تكونش مريضة. ومن مظاهر رفق الإنسان بالحيوانات، وضع الإسلام أحكاما عديدة تبين حدود وضوابط التعامل مع الحيوانات، يجب على مالك الحيوان بالإنفاق عليه. جعل الإسلام الإحسان إلى الحيوان بإطعامه وسقيانه سببا في مغفرة الذنوب. أمر الإسلام بالرحمة في التعامل مع الحيوان واستخدامه في شؤون الإنسان. نهى الإسلام عن التحريش بين الحيوانات، أي تهييج بعضها على البعض، لأن ده بيؤدي لألمها وتعبها بلا فائدة لمجرد العبث واللهو.